السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ داليا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الكماج الفلاحي أو البكاكين. شايفين يا جماعة قد إيه حلو، وهنعمله كمان بطريقة سهلة وبسيطة، وهقولك إزاي يكون منفوخ معاكي كده بالشكل ده. وشايفين عامل إزاي من جوه كده، وطريقة التسوية بتاعته كمان بجد كان حلو جدا. هتجربيه ويعجبك. وقبل ما ندخل على الطريقة، ياريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف معانا ايه. اول حاجه معايا هنا 2 كيلو دقيق، ومعايا طبعا السمنه، ومعايا الحليب. اول حاجه هجيب كده ال2 كيلو دقيق بتاعتي وانخلهم كده بالشكل ده كده اهو يا جماعه. بعد كده عندي كيسين من الخميره، عندي كمان كيس من البيكنج باودر، وعندي كمان معلقتين من السكر، وعندي فانيليا عشان تديله كده طعم وريحه حلوه، وعندي كمان معلقه ملح كبيره. هقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعض. بعد كده عندي كوبايه كبيره من السمنه او سمنه على زيت زي ما تحبي، وهبدا بقى افرك الدقيق بالسمنه بتاعتي بالشكل ده. بعد كده عندي هنا كيلو من اللبن الرايب او اللبن القاطع. لو ما عندكيش لبن رايب هتعجني بلبن حليب، وتجيبي كوبايتين من الزبادي وتعجني بيهم. نزلت بقى يا جماعه عجنتها كده كويس بالشكل ده كده. وطبعا فضلت اعجن فيها شويه حلوين لحد ما بقت معايا بالشكل ده. هغطيها بقى واسيبها تخمر شويه بالشكل ده كده. كده خلاص بعد ما خمرت جبت هنا صينيه ورشيت عليها كده رشه من الدقيق، وهبدا بقى اقطع الكماج بتاعي بالشكل ده كده. وطبعا بقى لو حباه كبير او حباه صغير زي ما تحبي. وكده بعد ما قطعته كله هغطيه واسيبه برده يرتاح كده 10 دقايق بالشكل ده كده. وهاخد بقى اول واحده انا قطعتها، وهفرد كده احط كده رشه دقيق على الرخامه ورشه دقيق كده فوق العجينه، وهبدا بقى اعملها على شكل دايره كده اهو يا جماعه. وشايفين السمك بتاعها. بعد كده بجيب الصينيه بتاعتي وبجيب بقى ملايه، بحطها كده على الصينيه، وببدا ارص عليها الكماج بتاعي بالشكل ده كده. شايفين فردته كده يا جماعة، وتفرديه على رشة دقيق كده عشان ما يلزقش منك على الرخامة بالشكل ده، لحد طبعا ما بخلص بقى الكمية كلها بنفس الطريقة. واهم حاجة ان انت تحطيه كده على قماشة بالشكل ده كده يا جماعة. وخلصت كده اول رق، وبحط الرق التاني كده، وبخلص كل الكمية وبسيبه بقى يخمر. واهم حاجة علشان يطلع الكماج بتاعك منفوش كده، ان انت تسخني الصينية بتاعتك الاول في الفرن. شايفين بقى بيقب معانا كده في الفرن ازاي يا جماعة. وبعد كده بقى ببدأ ادور الصينية بتاعتي كده بالشكل ده. شايفين كله كده قابب في الفرن وجميل جدا، وما خدش مننا اي وقت، يعني ما بياخدش اي وقت خالص. ولو حابه بقى تحطيه في فرن البوتاجاز هتسخنيه خالص من تحت ومن فوق، ولازم يكون الفرن بتاعك سخن جدا. هتدخلي بقى فيه الكماج بتاعك وتتابعيه بقى لحد ما ياخد معاك اللون الكويس ده. شايفين يا جماعه طريقه التسويه حلوه جدا ازاي، وكله كده قابب ما شاء الله. شايفين من جوه عامل ازاي. جربيه بقى بنفس الطريقة. وطبعا المقادير ان شاء الله موجودة في البيت عندنا. لو عجبك الوصفة ياريت تعملي لي لايك واشتراك في القناة. اشوفكم على خير يا رب الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.